خالص التعازي والمصري والنيل والاجواء والاهرامات، لكنك تفوز على فريق مصري هناك انسى الموضوع. هذه كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بتتخلص مروان عطية او دوما. هذه كرة الان مرتدة مع صيحات الجماهير على الجهة اليمنى، محاولة التقدم. هذا المهاجم اودوفور بيحاول، لا زال يتقدم، لا زالت الكرة عالية وعرضية. هاني بيخلص ممتاز، عطية ابعاد وتشتيت، وركنية الان لصالح النادي الاهلي. الكرة لعبت بشكل سريع، عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة بتتخلص إلى ضربة ركنية أخرى. شوف هذه الكرة اللي تحولت إلى ضربة ركنية واحدة، والمنتصر بينهما سيذهب إلى نصف نهائي كأس القارات. أما في كأس العالم في أمريكا كلنا مع بعض. بيرسي تاو تقدم، تاو بيحاول، وين رايح يا تاو؟ وين رايح يا تاو؟ وسام أبو علي سلامات إن شاء الله. حدث تاريخي لوسام لما سجل مع منتخب فلسطين الشقيق في مرمى الأردن في التصفيات النهائية ليكون عطية الله. عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بتتخلص. كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شجع النادي الأهلي، مش هيجيك لا اكتئاب ولا هتكون أمورك تمام التمام. هدفين مقابل لا شيء في دقيقة. كرة ملعوبة، عاوزين الثالث، عاوزين الثالث. بيرسي تاو فريق عربي بهذا المنجز، بهذا الشيء الكبير. كرة ملعوبة أمامية، رامي بيحاول، الكرة لا زالت قائمة، تتخلص من ياسر إبراهيم. أكرم طبعا صديق كراسكو لو تذكرون في مباراة بلجيكا، واللي عملها أكرم توفيق. حسين الشحات بيلعبها لوسام، وسام بيسدد ولكن بيخلصها حارس المرمى. الحارس كيفن يسيطر على الكرة الماضية. شوف هذه الكرة وكرة وسام، ولو تلاحظون المدافع كيندي اونايجو يعني كان بإمكانه قطع الكرة، لكن هو يفكر في وسام وكيفية عرقلته. دراسة، ولا يوجد مثل أعلى حقيقة في الكرة العربية تأخذ منه طريق البحث عن النجاح أكثر من هذا الكيان، أكثر من هذا النادي. وتحية لكل من ساهم حقيقة بالأعمال التاريخية في النادي الأهلي. هذه الكرة الآن ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة أمام المرمى، الكرة أمام المرمى. الشناوي قالك عن بوفون وهذا الحارس. شوف اللقطة، شوف الشناوي فين، شوف قراءته للموقف، شوف الآن كيف تقدم، شوف كيف انقطع الكرة. يا جماعة هذا حارس كبير جدا جدا جدا. هذا التصرف قد تراه بالعين المجردة أنه تصرف عادي، لكن قراءة الموقف وعدم الاعتماد إلا على الذات هذا يدل على إمكانيات. معها الشناوي، كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. أكرم توفيق ويخلص، بيرسي تاو يشتت، ترجع الكرة لكيفن اونايجو. يسير النادي الاهلي شوط المباراة الثاني بالطريقة التي يريد. كرة الآن من خلال التقدم على الجهة اليمنى، محاولة المرور، كرة لا زالت قائمة داخل منطقة الجزاء، خطرة أمام المرمى، الحذر مطلوب. ترجع الكرة لأكرم، ممتاز التحول، ممتاز أمام المرمى. الكرة دقيقة 80 من عمر المباراة. كرة ملعوبة عالية وأمامية خلف المدافعين. سليمة روح عمر سيد ليه يا عمر انت عاوزها يعني بوش الجزمة كده وتعمل كيرف يعني زي كواريزما دي؟ لا يعني لو شافها كواريزما هيعمل لك بلوك في حسابك في الفيسبوك. معلش، أرضية الملعب أحيانا يعني تأثر. أنا أحاول أساعدك يا عمر. الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى، خلونا نتابع. طاهر أمام المرمى، بتلعب ولكن بتتخلص. رجعت لطاهر، الكرة معاه، نفسي بالرابع. الكرة ملعوبة تصل مرة أخرى لعمر كمان ذهبية، وجبنا الخطيب يعني الرابع، رابع في المرمى، ولكن
لكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. الله يرحم صالح سليم ويرحم كل الرؤساء وكل الأسماء، ولكن هذه الفترة الآن مع الكابتن بيبو، يعني الفنان العظيم الكبير عادل إمام اختصرها في يوم من الأيام في مشهد عابر، ولكن الله على جملة. والآن الخطيب لما بيشتغل في الإدارة هو كل من بقى رئيس هيبقى الخطيب ولا ايه؟ كرة ملعوبة، هدف الآن لمصلحة غورما هي، لكن الهدف يلغى، الهدف يلغى، ما في كلين شيت، يعني كلين شيت ما في. 3-0 يعني 3-0. رأيه وتسلل، راح نشاهد الحكم المساعد، احتجوا عليه الآن، هذا جيان مارك المساعد الأول، احتجوا عليه، هدف موسى يلغى. شوف لحظة التسديد، والله يا مخرج لو أنا زرقاء اليمامة ما بشوف الحالة. كوكا بس تسيبنا يا الأهلي كده بدون الرابع، نزعل، أنا لسه نفسي في الرابع. طاهر يا طاهر، طاهر محمد طاهر لعبها الله على كرة، لكنها وصلت سهلة ليد حارس المرمى. حسم كل شيء الأهلي كما حسم الكثير من أمور في تاريخه. حسم هذه المباراة بثلاثية نظيفة، وهي في بداية موسم بعد راحة سلبية، ولكن يبدو أن الأهلي بشكل قوي جدا. أفشى بيلعبها عالية وأمامية، ولكن الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شكرا للنادي الأهلي وبصراحة والمصري البورسعيدي وكل الأندية المصرية إن شاء الله كامل التوفيق، وشكرا لحجم المتابعة الكبيرة حقيقة على شاشة ومنصات أبو ظبي الرياضية من النادي صاحب العشاق اللي تجاوزوا عشرات الملايين، وهو النادي الأهلي، نبراس كرة القدم الإفريقية.